السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض عربية الفول الجميلة دي. خطوة خطوة مع بعض. هنبدأ كده بسم الله، اللهم أهله علينا بالخير واليمن والبركات. نبدأ بسم الله. هنجيب كده علبة كرتون، أي كرتون عندكم. علبة اللي هي بتاعة الأحذية، أو أنا هنا استخدمت علبة بتاعة الراوتر وجبت عليها كرتون برضو مقوى كده شوية، قوي شوية. حطيته زيادة، جزء منه زيادة كده على الكرتونة، علشان تبقى الجزء اللي من قدام. وببدأ ان انا بقى اغلفه كده بقماش الخيامية، ولازم اثبته كويس جدا 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 على الكرتونة، بحيث ان هو ما يطلعش منها، او لما نلزق حاجة ما يبقاش، يعني ما يبقاش ثابت. هنا طبعا لازم اقفل الشغل كويس جدا. بعد ما قصيت بقى كل الجوانب وقفلت كله وغلفت العلبة، ابتديت ان انا بقى اجيب كرتون تاني اربع، عملت 4 دواير. وبدأت ان انا اغلفهم. وهجيب هنا الدانتيل دوت اللي هو بتاع رمضان، وده بيبقى رخيص جدا مش غالي، بيجيب من عند بتوع الخيوط. وبدأت ان انا استخدمه حوالين العجل، ولزقت العجل. وجبت هنا الكرتون دوت، وقصيت واحد على شكل مستطيل كبير، والاتنين التانيين عبارة عن مستطيلين صغيرين. وبدأت ان انا الزق واحد في الكرتونة، بحيث ان انا اكون محددة المسافة بتاعتي، والجزء التاني ثبته على العلبة. وبدأت ان انا اجيب الدانتيل اللي هو بتاع رمضان ده، وبدأت ان انا الزقه كده على كل الجوانب بتاعتنا، وبثبته بالشمع. وزي ما لزقته على جوانب من تحت، بدأت ان انا الزقه من فوق عشان يدي شكل كده يعني جميل كده. بعد ما هنا لزقته خلاص اتأكدت ان هو ثبت، بدأت ان انا اجيب هنا خرز نص لولي، وبدأت ان انا احط الخرز في نص الدايرة بتاعة العجلة. وهنا جبت ازازة مية كبيرة كده، او لو عندنا صغيرة مفيش اي مشكلة مش هتمنع، بس انا كنت حابة الكبيرة عشان اخد الجزء بتاع الراس بتاعها وثبته. وبدأت هنا جبت كرتون ولفيته بالشكل ده، وهبدأ ان انا اغلفه. وهبدأ اغلفه بالقماش الخيامية، برضو نفس الخيمة اللي احنا استخدمناها، علشان اعمل هنا الايدين بتاعة عربية الفول. وبلزقه هنا، ولازم اثبت ايدي شوية كده على بال ما يثبت كويس. وبدأت ان انا احط خرز نص لولي كده على الايد بتاعة العربية. وجبت هنا علبة كنزي، وبدأت ان انا اقصها بالشكل دوت عشان اعمل هنا المعلقة او المغرفة بتاعة الفول. هنا خلاص بعد ما خلصتها. ولو عندنا هنا اللي هي الكماشة دي كان ممكن نضغط عليها، بس انا عشان مش موجودة عندي ضغطتها بايدي، مفيش اي مشكلة. هنا جبت شوية قطن، وبدأت ان انا الفه كورة كده، وهبدأ ان انا احط عليه شمع واغلفه بالقماش بتاع الخيامية عشان اعمل الغطا بتاع قدرة الفول. هنا زي ما احنا شايفين كده ماشيين خطوة خطوة مع بعض. بعد طبعا ما لزقت الشمع كويس جدا فيها وحكمتها كويس قوي، هبدأ بقى ان انا اخليها كده على جنب بعد لغاية لما الون القدرة بتاعتنا باللون الرصاصي. بدأت هنا ان انا اجيب مناديل وبلاها كنت، وسبتها تنشف شوية. وبدأت ان انا استخدمها للفم بتاع القدرة. وهنا جبت شيش طاووق، عصيان شيش طاووق، وابتدأت ان انا اقصها بشكل متساوي يعني. وهنا بعد ما قصيته عملت زي شكل قفص. وهنا ابتديت ان انا اجيب بقى فوم، بجهز كده بقى الحاجات العدة بقى بتاعت العربية. هنا جبت فوم اخضر، وبدأت ان انا اقصه كده زي شرايط كده من تحت، وبس مش بوصلها لفوق، يعني سايبة جزء كده من فوق. وهجيب هنا برضو جزء ابيض. الجزء الابيض ده هحطه كده في الجزء اللي من فوق دوت، وهبدأ ان انا الفه زي ما احنا شايفين كده بالظبط، خطوة خطوة اهو مع بعض. لو وصلنا لهنا ما ننساش طبعا اللايك، بيسعدني، والكومنتات الجميلة. وهنا زي ما احنا شايفين كده بالظبط، بدأت ان انا الزق
البصلة هنا بتاعتنا، وجبت هنا برضو الجزء كده من الفوم اللي لونه بني، وبدأت ان انا برضو اقصه كده زي شراشيب كده برضو، وهبدأ ان انا الزقه. جبت هنا بقى فوم لونه اصفر كده شوية، وبدأت ان انا اجيب غطا ازازة مية او ازازة عادية يعني، وبدأت ان انا اضغط كده على الفوم بحيث ان هو يعمل لي شكل الدوائر اللي احنا عايزينها. وجبت هنا بقى المكوة بتاعتنا، وبدأت ان انا اسخن الدوائر ديت كلها على المكوة. وهنا كنت بعمل هنا برضو بصلاية كده صغننة. هنا بدأت بقى ان انا الون كده ايه يعني اول خطوة بس، اللي هي جبت قلم في الماستر لونه احمر، لو في بامبي مفيش مشكلة اي لون يعني كده. وهبدأ بعد كده ان انا اجيب بقى اللي هو بتاع الروج ده، وابدأ ان انا استخدم لونه اللون اللي هو البني مش البني الغامق قوي، الدرجة اللي هي اقل من الغامق، هي الدرجة التانية يعتبر في الترتيب. وبدأت ان انا يعني ايه اعملها كده بصبعي او احكها كده في العيش عشان يطلع بقى شكل العيش الطبيعي بتاعنا. هنا الكاميرا مش موضحة قوي، بس الشكل فعلا كأن فعلا عيش بجد يعني، زي ما احنا كده شايفين وماشيين مع بعض خطوة خطوة. بدأت ان انا بقى ارص العيش معايا على القفص، بحيث ان هو يدي شكل طبيعي كده خطوة خطوة، ونحاولش ان احنا نطلع الشمع بره الفوم بتاعنا، وعشان الشغل يطلع نظيف كده وبجودة كويسة. هنا بدأت ان انا الزق العيش بتاعنا بالشكل متساوي. حطيت كده هنا برضو ايه يعني، عشان برضو ساعات العيش بيبقى فيه طبقة كبيرة شوية طبقة صغيرة، انا كنت مكبرة 2 كده شوية. هنا برضو طريقة تانية اللي احنا نعمل فيها بصل، برضو هنعمل نفس الفروع اللي هي الورقة الخضراء زي الفكرة اللي فاتت بالظبط. بس هنا انا جبت اللي هو الدانتيل اللي هو البامبو ده، وقطعت منه الدايرة اللي هي بتبقى من فوق، ده برضو بيدي شكل كأن بصلاية بجد حقيقية، شكل برضو جامد جدا وحلو قوي. بس انا حبيت ان انا ايه اديكم فكرة تانية يعني برضو ممكن نعمل بيها. وهنا برضو بلف الفوم اللي لونه بني بنفس الطريقة اللي احنا كنا عاملين بيها البصلة اللي فاتت، وبدأت ان انا الزقها كده في راس البصلة واسويها. ادي كده البصلة بقت جاهزة عندنا زي القمر. هنبدأ بقى هنا بقى نجهز الطبق التاني وهو طبق المخلل. هبدأ بقى كده واقصقص بقى الفوم بتاعنا. انا هنا جايبه فوم لونه ابيض، وهجيب برضو الوان تانية. بدأت ان انا امشي كده بشكل زجزاجي عشان يدينا الشكل الواقعي للمخلل. هنا طبعا ايه بدأت بقى ان انا انوع، وهنا جبت بقى هعمل بقى هنا الطبق التالت اللي هو طبق البطاطس. هبدأ بقى ان انا هنا اقص الصوابع بقى بتاعت البطاطس بشكل متساوي قد بعض. هنا بقى كل القصاقيس ديت، وهنا بقى بدأت ان انا اقص المخللة بحيث ان يبقى على قد الطبق. وكملت هنا برضو البطاطس تاني. حبيت ان انا ازود برضو شوية في الطبق بتاعنا. هبدأ بقى هنا اعمل طبق السلطة. طبعا مكوناته بقى من الطماطم والخيار والحاجات دي كلها. هنبدأ بقى ان احنا نجهزها كلها بالفوم، فوم احمر واخضر وكل الحاجات دي. طبعا ايه انا بجهزها بس في الطبق ده مؤقتا، لكن فيها اطباق تانية احنا هنستخدمها. هنا زي ما احنا كده ماشيين مع بعض خطوة خطوة. يا ريت بقى اللي وصل معايا لهنا ما ينسانيش طبعا باللايك بقى والكومنت والاشتراك، لو مش مشترك في القناة يزيدني شرف. ولو مشترك كومنت الجميل بقى واللايك والشير عشان القناة تكبر بيكم. هنا بدأت ان انا اقص بقى كمية دواير وعشان اعمل طبق سلطة. هنا بدأت بقى ان هنا اجيب قصيت بالكرتون على الكرتون وغلفتها القطاعة. هنا عملت سكينة. جبت هنا فوم لونه اسود، وبدأت ان انا احطه في الايد. وجبت هنا كان الجزء بتاع اللي هي عارفين الحاجات اللي هي بتتحط في بتاعه الهدوم. قصيت منها اللون اللي هو الذهبي دوت، وعملت منه الجزء بتاع السكينة والكلام ده. هنا بدأت بقى ان انا اجمع غطيون والقدرة اللي احنا عملناها
وعملتها بالسبراي الرصاصي. وبدأت هنا اجيب صمغ بعد ما نشفت. بدأت ان انا اجيب صمغ من عند اي مكتبة، وبدأت ان انا اثبت الفول بتاعنا في الاطباق. وهنا بقى هبدأ برضو ان انا اثبت في الطبق الكبير عشان الطبق ده كبير، فقلت ايه احط كمية شمع بسيطة كده مش هتبان، وهبدأ ان انا ارص فيها الفول. بدأت ان انا ارص هنا الفول، ادي طبقين الفول بتوعنا. وهنا بدأت ان انا احط شوية من السمن تاني علشان خاطر احط بقى طبق، اعمل طبق السلطة بتاعنا. هرص كده الخضار بقى بتاعنا، الطماطم والخيار وبشر الجزر والحاجات دي كلها. هنا لازم طبعا ننزل كده ايه حتة حتة، والطماطمية اللي مقلوبة ديت هنعدلها تمام كده عشان يدينا الشكل الواقعي للطبق السلطة بتاعنا. برص كده ايه واحدة واحدة عشان يديني كده ايه الشكل الواقعي للطبق السلطة. وهنا بدأت ان انا اغلف شوية بس كده ايه، ازود شوية سمغ علشان يثبتوا معايا واكتر، وفي نفس الوقت كمان برضو الكمية تكون مناسبة للطبق. هنا بدأت بقى ان ايه اغرس كده بالعصاية اللي معانا الصغيرة دي، الخشبة دي. بدأت ان انا اغرس كده الفوم تحت في الصمغ بحيث ان هو يثبت معانا. وهنا بعد ما خلاص خلصت طبق السلطة، هبدأ بقى ان انا ايه اجهز طبق المخلل. برص كده المخلل بتاعنا برضو بشكل كده يدينا الشكل الواقعي. هبدأ اني احط واحدة واحدة. هنا زي ما احنا شايفين كده عشان يدينا الشكل بس ايه الواقعي للطبق في الحقيقة كده، يعني اللي يبص يحسبها كأنها حقيقية بجد. وفعلا والله هي الصور فعلا ظلموها، يعني هي في الحقيقة بصراحة شكلها يعني حاجة جامدة جدا، وهم خالص. هنا بغرس كده الصمغ علشان يثبت معانا، واللزق بقى كويس وماسك كويس جدا، ما يفكش ولا حاجة تقع من الطبق ولا اي كلام ده. بحاول اني اهز الطبق كده بحيث انه الصمغ يبقى مسك في كله. هنبدأ بقى نجهز الطبق اللي بعد كده، طبق البطاطس. بصوا البطاطس شكلها جميل ازاي. بدأت بقى ان انا هنا ارصها في الطبق، وهنزل عليها كده لازم ارصها كويس، وهبدأ ان انا بقى انزل عليها بالصمغ بتاعنا. وهنا كده بقى كل الاطباق بتاعتنا بقت جاهزة. نبدأ بقى ان احنا نلزق كده ايه على العربية. هبدأ كده احط طبقة شمع كويسة جدا في الطرف من تحت بتاع قدرة الفول بقى خلاص. هبدأ ان انا بقى الزقه في المكان بتاعه. دي اول خطوة ناخدها كده. هبدأ بقى هنا ألزقها كويس جدا واتأكد ان هي لزقت كويس. هبدأ هنا بقى ألزق المعلقة، وبعد ما ثبتناها هندخل بقى على الخطوة اللي بعد كده، وهي ان احنا نثبت الغطا بتاع قدرة الفول. وهنا لازم طبعا بقى ايه اتأكد ان كمية الشمع مناسبة جدا واثبتها كويس عشان ما تفكش مننا. وهنا بقى جبت بقى الاطباق بتاعتنا عشان ابدأ ان انا ارص. هبدأ احط هنا الكمية كده من الشمع تحت في قاعدة طبق الفول علشان يثبت معانا. وهبدأ اجيب هنا برضو القطاعة بتاعتنا برضو احط لها كمية من الشمع ولزقتها. ندخل بقى على الجنب التاني، وهو الجنب بقى اللي فيه طبق السلطة والكوبايتين والحاجات دي. انا هنا على فكرة ما كنتش عاملة ايدين للكوبايات. لو حابين تعملوا هو عادي، عشان انا عارفة ان في كوبايات برضو بتبقى موجودة عند عربية الفول وكده، اوقات ما بيبقاش فيها ايدين. فانا بصراحة يعني ايه حبيتها كده، يعني كان شكلها عجبني. وبدأت ان انا الزق بقى طبق البطاطس والكوباية التانية. بعد بقى ما لزقتها بدأت ان انا الزق الطبق الفول اللي هو من قدام، واثبته كويس قوي عشان ما يقعش مننا. هبدأ بعد كده ادخل على الجزء القمر اللي من فوق بقى، البصل بقى والحاجات الجميلة دي.
هنا طبق المخلل برضو هنبدأ ان احنا نلزق الشمع من تحت واثبته في نص الجزء اللي من فوق ده، وهبدأ بقى هنا اثبت السبت بتاع العيش. احط برضو كمية من الشمع كده على القفص وهلزقه كده واحطه في طرف الجزء اللي من فوق، ولازم اتاكد ان هو ثابت كويس جدا، ولو في اي شمع او زيادات اشيلها فورا. هنا بقى بدات ان انا الزق البصل خطوه خطوه هم مع بعض، واحده واحده. طبعا انا بلزق يعني بحط شويه شمع مش في الجزء اللي فيه شراشيب، لو حابين تحطوا فيه مفيش اي مشكله، بس انا بحب اثبته من الروز بس. واحطه كده ايه بطريقه مرصوصه الشكل اللي احنا كنا حابينه. وهنا اخر بصلايه زنطوطه كده. بس كده تمام. هنبدأ بقى كده نجيب ازازة الزيت بقى بتاعتنا، وانا حابة احطها في الجنب. وهحط هنا كمية من الشمع من تحت ومن الجنب، بحيث ان هي تثبت وتثبت لي كمان الجزء بتاع اللي هو المسند اللي هو في العربية ده. يعني منها فايدتين، بس هي بصراحة يعني هي كلها ثابتة جدا وجامدة ويعني متينة، يعني مفيش اي مشكلة، بس انا حبيت ان هي تكون ثابته اكتر. وبكده تكون عربيه الفول بتاعتنا بقت جاهزه، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، وتكون سهله وبسيطه عن ان احنا نعملها كلنا ونفرح نفسنا وولادنا وبيتنا بحاجه جميله كده رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. ولو عجبتكم فكره النهارده ما تنسوش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلوك كل جديد، وانتظروا باقي تجهيزات شهر رمضان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.